ايه افضل طريقه تروح بيها الاقصر واسوان؟ وبما اني لسه راجع من هناك فحابب اسهل عليكم واقول لكم ايه اسهل طريقه تروحوا وترجعوا بيها. وهنبدا بقطر النوم وده اللي اتحركنا فيه من القاهره للاقصر. وصلنا محطه رمسيس في ميعادنا عشان القطر هيبدا يتحرك الساعه 9، ودخلنا القطر وكنا حاجزين كابينه دبل، وكمان بيكون متاح كابينه سنجل لو انت رايح لوحدك. والصراحه الكابينه طلعت اصغر مما توقعنا، بس مجرد ما ترتب حاجتك وتقعد بتحس انها مناسبه. اول ما تدخل بيكون عندك سرير فوق وتحت في حد بيجي يفتحهم لك. الكابينه تحسها قديمه شويه بس الحمد لله بيكون فيها فيشه كهرباء، وكمان فيها تكييف بس هو مجهد شويه. وبالنسبه للاكل بيجي لك عشاء بتكون عباره عن وجبه عاديه بس الحمد لله بتيجي سخنه، وكمان عربيه 6 بيكون فيها كافيتيريا حلوه جدا وتقدر تشرب فيها المشروبات اللي انت عاوزها. احلى حاجه في الكابينه بالنسبه لي انك تقدر تفرد ظهرك وتنام عشان السرير كان مريح شويه. التيكت كانت شامله العشاء والفطار، بس لو طلبت مشروبات انت بتحاسب عليها. بالنسبه لي كانت تجربه جديده وخفيفه، واهم حاجه اني ما حسيتش فيها بالوقت خالص. وصلنا الدهبيه وتجربه الدهبيه كلها حكيناها في الفيديو اللي فات بتتفرجوا عليه. ورجعنا في قطر التلجو بس المره دي هنقعد 12 ساعه في الطريق. كانت المسافه طويله جدا والوقت هناك مش بيعدي عشان مش هتعرف تنام كويس، ولكن مستوى قطر التلجو حلو جدا والقطر لسه جديد وبجد محافظين عليه قوي. والكراسي مريحه جدا، بس لو انت رايح مسافه قصيره زي من اسوان للاقصر او من اسوان لسوهاج، بس من اسوان للقاهره المسافه بتكون صعبه جدا مش هتعرف تنام خالص. ومستوى الحمام كويس جدا جدا زي حمام الطياره بالظبط، وكمان مستوى الاكل مناسب وحلو جدا، بس سعر الوجبه بيكون بره سعر تيكت القطر. وزي ما قلت لكم القطر حلو ونضيف جدا بالنسبه لقطر النوم، ولكن قطر النوم اريح بكتير ومش هتحس فيه بالوقت. الخلاصه ان مفيش تجربه كامله، كل قطر له مميزات وله عيوب، المهم انك تعرف الفروقات بينهم وتختار المناسب ليك.